اهلا وسهلا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. قررت ان انا اصور لكم شويه ماي نايت تايم روتين، لانه وايد طلبتوا مني هالشي، ان اراويكم الغسول اللي قاعده استعمله او الكريمات اللي قاعده استعملهم. بس ابيكم تحطون شغله في بالكم، ان انا دائما اغير الاشياء اللي استعملها، خصوصا when it comes to skin care، لان بشرتي من النوع اذا تعودت على منتج معين ممكن يصير المنتج ما يناسبها وايد. فدائما هاي المنتجات ممكن ان هي تتغير، ولان بشرتي من النوع اللي تتغير وايد بعد، فمن كذي اضطر ان انا اغير من المنتجات. فان شاء الله تستفيدون من هال. توني غاسلة وجهي، فمثل ما تشوفون وجهي ما في ميك اب وما حاطة فلتر، علشان تشوفون بشرتي بالضبط شنو فيها. عندي أماكن حبوب، آثار حبوب. ممكن يكون عندي تصبغات هاي المنطقة وشوية تحت هذه المنطقة، بس بعد بشرتي وايد أحسن من قبل الحمد لله. فأول شي ببتدي معاكم الغسول اللي أنا أستعمله. هاي الغسول تعرفون لين تستعملون منتج عقب توقفون تستعملونه، عقب تردون تستعملونه، عقب توقفون تستعملونه. هو غسول ديرما دوكتور. هاي الباكجينج القديم، المو حلو فيه كان، انا اللي عندي باكجينج القديم، انه هو وايد ثقيل وصعب ان انتوا تسافرون فيه. الباكجينج الجديد حاطينه في معصاره وايد حلو. اللي لاحظته انه يوحد اللون وايد ويفتح، يعني تحسون وجهكم كذي يفتح. حتى التصبغات اللي عندكم ممكن ان هي تخف. ولين اقول لكم ان انا قطعت المنتج حق فتره ورديت له، مو بمعناته ان المنتج فيه شيء، لا، العيب من وجهي. لازم اقطع المنتج حق فتره علشان ارجع له والنتيجه تكون حلوه مثل ما كانت. انصحكم فيه وبشده، وايد احبه. واحب ذا فاكت انه هو فيه تونر، ما له داعي ان انتي عقب تمسحين وجهك بتونر، لانه داخله منه وفيه تونر. وفي آخر فترة لاحظت إن وجهي وايد قام يتحسس من الميك اب ريموفر. يعني لين جيت أغير المكياج قمت ألاحظ إن في أو يطلعون لي حرارة صغار تحت الجلد، ولاحظت إن أنا صدق ما فيني هاي الشيء، فأكيد من الميك اب ريموفر. وجربت كل ميك اب ريموفر ممكن، وايد قاعد أقول ميك اب ريموفر، جربت كل ميك اب ريموفر ممكن يطري في بالكم. فأوكي، قررت إن أنا أقطع الميك اب ريموفر وبس أستعمله على عيني، ما استعمله على وجهي. بدال الميك اب ريموفر قمت استعمل هالمنتجين. هاي المنتج مثل ما تشوفون يتروالي خلاص، لازم يعني بس استعمال واحد وكامله، من بوبي براون، اسمه ميك اب ملتر وكلنزر. يذوب الميك اب وفي نفس الوقت كغسول، بس انا استعمله بس يطير المكياج. هاي المنتج خطير خطير خطير. ويني عنه من زمان ما ادري، تقريبا 10 مرات استعملته سوفار. من شركة ام اس سام، ما ادري والله اذا موجود في بوتيكي ولا لا، بس لاين فينو جولد، اسمه كلينزينج ميلك. شلون استعمله؟ عقب ما طيرت المكياج اللي على عيني احطه كغسول على يدي وافركه في وجهي واغسله بالماي، عقب اغسل وجهي بالكلينزر اللي انا متعودة عليه. اللي لاحظته غير انه هو ينظف الميك اب او يطير الميك اب، ينعم الوجه بشكل مو طبيعي. يعني شفتوا هاي الإحساس الكيوت الناعم يتم معاكم، ما تحسون إن وجهكم مشدود أبدا. فبتأكد إن شاء الله إذا كان موجود في بوتيكات انستوك ولا لا، وإذا كان موجود بنزله لكم في البوتيك باكر إن شاء الله. الحين ننتقل حق السيرمز أو المويسترايزرز قبل النوم. لأن هالفترة بشرتي زينة من ناحية الترطيب والتصبغات، فما أحط أو ما أثقل عليها وايد قبل ما أنام، فبس أستعمل هاي السيرم اللي هو من ركسلاين، تكلمت لكم عنه من قبل. اللي أحسه إنه يرطب بحيث انه يوم الثاني وجهي يكون وايد حلو لين اقوم. وفي نفس الوقت هاي المجموعة من ركسلاين وايد حسيتها ان هي تصغر المسام، فوايد حبيته. سهل ان انتوا تستعملونه، مجرد مايو بامب كم من بامب، مجرد مايو بامب كم من بامب، وتوزعونه على كل الوجه. انا احب بعد احطه على رقبتي. عقب نيجي حق كريم تحت العين بعد من نفس اللاين من ركسلاين. يرطب من قلب، ينعم، يخلي حتى قبل الميك اب يخلي الكونسيلر وايد شكله حلو. فكريم العين انا الصراحة احب اكثر
لأن أحب الشعور. والباقي شوية أحطه هني، لأن الجلد يكون وايد رقيق مثل جلد تحت العين. أبدا لا تنسون ريفيتا لاش قبل ما تنامون. أنا أحب أحطه بس على الرموش العلوية، وأحب أن أنا أركز في الزاوية. اللي ما جرب ريفيتا لاش وايد غلطانين. جربوا بانتظام حق خلينا نقول أسبوعين كل يوم قبل ما تنامون، وصدقوني صدقوني بتشوفون الفرق. يعني أنا هاي الشيء مثل ما قلت لكم لازم أحطه يوميا قبل ما أنام، والحمد لله أن النتيجة من كثر ما هي عجبتني. تقريبا الحين بيصير لي 3 سنين أنا أستعمل ريفيتا لاش وأورمانا. آخر خطوة اللي هو مرطب الشفايف من تو فيست، شيء ما صار مع انه هو جديد، بس تقريبا ما اريد يبين مكملته، لان احطه في شنطة يدي وين ما اروح معاي يرطب يرطب يرطب. يعني في نفس الوقت ما له داعي ان انتوا تنتظرون علشان تشوفون الريزلتس. وايد يرطب لانه هو عبارة عن مو بس مرطب، تريتمنت. كملنا النايت تايم روتين. أدري إنه وايد في ستيبس، بس بعد لازم تسوون وايد أشياء علشان بشرتكم تكون حلوة. وتصبحون على خير.